صباح الخير أو مساء الخير على حسب أنت بتسمعنا إمتى. البودكاست ده للناس المهتمة تبدأ في مجال الفريلانسنج والجرافيك ديزاين وتعرف عنهم أكتر، أو الناس اللي اوريدي بدأت ولسه محتاجة دعم علشان تحقق أهدافها. أنا أدهم كرم وده ديزاين كاست. انت تقدر دلوقتي تسمعنا وتشوفنا صوت وصورة على يوتيوب، هتلاقي لينك للشانل في الديسكريبشن. وقبل ما نبدأ حلقة النهاردة خليني أشارككم ان الفيسبوك بيجي بتاعتنا وصلت ل 6000 متابع، واليوتيوب تشانل عدت ال 1500 سبسكرايبر. فلو انت مش متابعنا روح اعمل لنا لايك وسبسكرايب وسيب لنا رأيك في البودكاست ده لو بتسمعنا من قبل كده، ولو لسه بتسمعنا جديد متنساش تسيب لنا رأيك في الحلقة دي، ولو عندك اي اقتراحات للحلقات الجاية هنحب نسمعها. كونتنت كريتور وانستراكتور وكمان فاوندر جروب عبر بالمحتوى. معانا النهارده محمد ياسين. ازيك يا محمد؟ ازيك يا ادم؟ عامل ايه؟ الحمد لله. طيب عرفنا كده بنفسك سريعا من الاول للي ما يعرفش مين محمد ياسين. انا اسمي محمد ياسين، خلصت تجاره انجليزي بقالي تقريبا يعني داخل في سكه 7 سنين كده في الكونتنت كريشن وفاوندر عبر المحتوى. بس ده كله باختصار يعني. تمام، عظيم جدا. طيب بص، هو انا بالنسبه لي ببقى شايف ان الكورسات بتبقى ليها حاجه من اتنين، يا اما انا حد مش عارف ابدا ازاي او تايه قوي، فهروح اخد كورس مع انستراكتور ان هو هيبسط لي الدنيا، هيقول لي اعمل 1 2 3، او ان انا عايز حاجه تسرع معايا شويه بدل ما انا اروح اسيرش فاقعد يومين بسيرش على معلومه معينه هنا وبسيرش على معلومه معينه هنا. فالكورس بيديني الزقه شويه بتاعت البدايه، ان هو بيجمع لي الفاليو او الاكسبيرينس بتاعت الانستراكتور دي بيداني، فابدا بيها ان انا اتعلم علشان بعد كده ابدا ان انا اتعلم واشتغل وابدا الكارير بتاعي. فمن وجهه نظرك بقى انت كمحمد، كانستراكتور وكحد اصلا كونتنت كريتور بعيدا عن الكورسات، يعني امتى اقول ان انا محتاج كورس او ايه اللي يخليني اروح ان انا اخد كورس؟ بص، خلينا بس نتكلم بمنتهى الامانه في الموضوع. انت على حسب شخصيتك وعلى حسب طريقه فهمك وطريقه تطبيقك. يعني مثلا دلوقتي في ناس بتجيلنا مثلا على عبر بيطلبوا هم مثلا عايزين يعملوا كورس مثلا على سبيل المثال، تمام؟ بس بنقول لهم لا، يعني مش لازم. يعني انت اول حاجه لازم تساله هل انت بس تعرف تطبق مع نفسك، عارف تذاكر مع نفسك الحاجات دي كلها. لو هو عارف خلاص مش لازم ياخد كورس. انما لو هو عنده مشكله فعلا ان هو مثلا مش عارف يتابع مع نفسه او مش عارف يطبق مع نفسه، فاحنا بنوفر له الخدمه دي. احنا خلاص في حد بيتابع معاك، حد بيديك تاسكات، حد ليك فيدباك. فلازم اول تقسم، دي اول نقطه انت لازم تعرفها. هل انا مثلا عارف اذاكر مع نفسي ولا مش عارف اذاكر مع نفسي؟ انا من الناس عمري ما خدت كورسات، حتى ايام الكليه مش باخد كورسات. النقطه الثانيه بقى، غير ان انت مثلا تعرف تذاكر مع نفسك ولا لا، ان انت تشوف الفاليو اللي هتطلع من الكورس نفسه. يعني مثلا انت هات مثلا الماتيريال نفسها او الاوت لاين مثلا، تمام؟ فانت مثلا تلاقي في الاوت لاين مثلا في 8 نقط اساسيين سيرش عليهم، تمام؟ انت مثلا سيرشت عليهم تقول انت عارفهم اصلا، بعمل كده. فانت مثلا عارفهم او مثلا مش عارفهم، او انت مثلا هتعرف تذاكرهم مع نفسك، ايش تدوس، فهمت؟ لا بقى لقيت ان في الموضوع لا كبير، وان الموضوع فعلا محتاج حد يبسط لك المعلومه دي. مثلا مره حصلت معايا ان كان في كده كام حاجه ما كنتش فاهمهم فعلا، حد قعدت اسال كذا مره لحد ما عرفت ايه المقصود بيها يعني. فلو لقيت الناس حد عارف يبسطها لك، تمام، خلاص تمام. بس هي دي فكره ان الكورسات فيها ميزه برضه، تمام؟ هي ميزه في النتوركينج مثلا، انت مثلا بتعمل نتورك كويس مع ناس معاك في الكورس مثلا. هي ميزه ان هي بتخلص عليك طريق. يعني مثلا لو انت هتذاكر مع نفسك ممكن تاخد 3 شهور مثلا، حلو، عكس ما يكون مثلا في الكورس مثلا ممكن تاخد شهر ونص، شهر. بس مع حد مثلا عنده خبره كويسه وعنده اكسبيرينس كويسه او لاين محترم، تمام؟ فانت ممكن تقصر المده كويس. بس الاهم في الليله دي كلها، انت لو هتعرف تذاكر مع نفسك فعلا وهتعرف تطبق مع نفسك او تطبق في الكورس هتطلع فعلا بفاليو محترمه، خد الكورس. لو مش هتلاقي حتى لو مع عبر ما تاخدش. ده رايي الشخصي يعني. تمام. طيب يعني في ناس او ممكن تكون اصلا الكيس دي بتوصل معايا ان انا ممكن اسيرش واجيب المعلومه دي، بس انا عندي حته اللي هو الكسل ان انا خلاص ما انا ممكن اجيبها، فاهم؟ او مثلا اشتركت في كورس مثلا بتاع عبر بالمحتوى مثلا او اي كورس اونلاين اشتركت فيه وبعد كده ما فتحتوش، فاهم؟ ايه الحاجه اللي تخليني تشجعني ان انا لا اروح اخد الكورس ده او ان انا ابدا فيه؟ بص، حلو السؤال ده. الكسل من ضمن النقط اللي هي بتاعت ان انت تاخد كورس، ان في حاجه محفزاك بقى. يعني مثلا في فلوس مدفوعه، فلوس مدفوعه وفي حجز وفي مشوار وكده، فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن تحفزك انت تروح تاخد كورس فعلا.
عشان أنا برضه من الناس ممكن اكسل شويه في حاجات كتير، فالكسل بقى تتغلب على الكسل. بص هو احنا مش عايزين بقى نتكلم تنميه بشريه واجري ورا حلمك والحاجات دي كلها، بس هي الفكره كلها برضه مش هنركز على حته الفلوس اللي انت دفعتها، هي ممكن تتعوض يعني، ولكن انت برضه لازم تبص على حته اللي هي في نقطه مهمه برضه بتحصل مع ناس كتير مش بس مع عبر يعني، حته انت ممكن تورط نفسك وتورط غيرك في المشكله. يعني ازاي؟ يعني مثلا ممكن انت تحجز حاجه، الحاجه دي لو ما فيهاش سياسه استرجاع مثلا، او ممكن تسترد فلوسك او حتى مش هتستردها، فانت كده اخدت مكان حد تاني كان هو اولى بايه؟ اولى بمكان الفرصه دي او اولى بالفرصه دي. تمام؟ بس هو انت خدت فلوسك وما خدتهاش. تمام؟ فانت بس بص على الطرف الثاني، في طرف ثاني ممكن يتاذى من النقطه دي، او في طرف ثاني مثلا ممكن عايز يحضر الحاجه دي ويستفاد، فانت منعتها عنه عشان بس انت اخدت مكانه في الشارع. تمام؟ فدي الفكره. غير بقى نقطه بقى ان انت اصلا انت المفروض انت بتدور على مستقبلك يعني. يقدر ان انا عايز ابني تبني مستقبلك والكارير والحاجات دي كلها احنا عارفينها. تمام؟ بس انت برضه لازم تبص على حته انت بس بتضر نفسك وبتضر غيرك في الحته دي، برضه بتضر المكان، مش بس بتضر ماديا، انت بس بتضر بحته ثانيه. انت مثلا لو جيت حضرتك مثلا نص كورس مثلا ما كملتوش وطلعت بره وقلت يا جماعه انا درست المكان الفلاني على سبيل المثال، دي مشكله كبيره. اوكي طب حلو، طب تعالى مثلا نعمل لك اختبار في حته معينه، فتطلع انت مثلا مش عارفها، اللي حصل بالفعل مع حد عندنا يعني، فتطلع انت مثلا مش عارفها. تمام؟ فيقول لك ده هم واخدين عند المكان الفلاني في ايه؟ في المكان ده المكان ده مش حلو. انت كده ضريت نفسك وضريت غيرك وضريت المكان. يعني ممكن نختصر الموضوع ان انا اعمل يعني ما بصش للموضوع من زاويه صغيره جدا، زاويه اللي هو انا قاعد كسلان، لا بصوا من منظور اوسع شويه واكبر شويه، فكره اللي هو في ناس كتير متضرره في ناس كتير متضرره، الموضوع ليه عوامل ثانيه وبرضه في حته ثانيه هندخل فيها تنميه بشريه برضه. هو يعني مثلا لو كورس هندي مده كبيره، كورس مثلا مدته 6 شهور يا سيدي، 5 شهور. تمام؟ خلاص مش هي دي بقى الحاجه اللي يقف عليها حياتك كلها يعني، انت تروح تعطلها وتقول لا مش هروح يعني الموضوع ابسط من كده. فاهم؟ وانت لو جيت على نفسك 3 شهور يا سيدي خلاص هترتاح بقى ان شاء الله، ترتاح بقيت عمرك مش تموت يعني، بس ترتاح في حته ثانيه. طيب في ناس كتير بتبقى مقتنعه انه لا ده انا لازم يبقى معايا شهاده علشان اشتغل، او لازم اروح اخد كورس بسيرتيفيكيت معتمده مش عارف من ايا كان المكان يعني. فلازم يكون معايا السيرتيفيكيتس دي علشان ان انا اقدر اشتغل. يعني انا مثلا كادهم انا معيش ولا سيرتيفيكيت، وبقى لي 4 سنين جرافيك ديزاينر واشتغلت مع كذا شركه وبتاع. ففي ناس بتبقى عندها المعضله بتاعت اللي هو لا ده انا لازم شهاده عشان ابدا، او لازم شهاده علشان انا ما عنديش اكسبيرينس خالص، فلا ده انا لازم الشهاده هي اللي هتخليني ادخل مثلا انترنشيب، او هي اللي هتخليني ادخل انترفيو واقول ده انا معايا شهاده. بص هو ده اعتقاد متوارث من زمان، ان هو متوارث من حته الشهاده بتاعت الكليه شغاله تشتغل بالشهاده. فدي الفكره. لما يجي حد مثلا يسالنا عن النقطه دي، اول حاجه بنقولها له ايه؟ طب انت محتاج الشهاده ليه؟ ما عنديش مشكله اطبع لك شهاده. طب الشهاده بكام؟ 10 جنيه مثلا؟ 50 جنيه اطبعها لك مش كده. بس انت عايزها ليه؟ هنا ما في مشكله في الوعي، مشكله في التفكير نفسه. تمام؟ كونك انت تفكر بالشكل ده ان لازم يكون في شهاده، تمام؟ دي مشكله. ليه؟ والاهم المحتوى اللي انت تاخده تطبيق الاكسبيرينس اللي تطلع منها. ايوه تمام. الشهاده دي عباره عن ايه؟ او اي حاجه ورقيه، بس هي ليها مميزات معينه، ولكن مش بالشكل الناس كلها متصوراه. عشان كده مثلا لما بيجي لنا حد عايز مثلا على الشهاده نقول له تمام مش مشكله، بس بقول له شرط بقى لازم تحضر تعمل اغلبيه التاسكس، تحضر اغلبيه ايه؟ السيشنز، نشوف رد فعل. الحقيقه دي هتاخد شهاده، لو في مش هتاخد شهاده. ايوه احنا بس بنقول ده عشان نشوف بس رد فعل قدامنا. بس ده ممكن حد بيتكلم بشكل برايفت، فالمهم لو وافق تمام، لو ما وافقش بقى حتى لو هو ما وافقش يقول لا انا عايز برضه اخد الكورس نعتذر. ليه؟ هنا بقى في مشكله انت مش داخل تاخد كورس، داخل تاخد شهاده. دي مشكله. المشكله دي متقص علينا برضه، مش ان هو اخر هتقص عليا كمكان في جوده. فلا انت عايز ايه بالظبط؟ الشهاده ممكن عادي كانت شهاده، ابسط موضوع الشهاده فعلا بسيط، مش هاخد منك ولا وقت ولا مجهود ولا فلوس حتى. تمام؟ بس الفكره كلها في الوعي عندك انت. كده في مشكله عندك في الوعي. تمام؟ الشهاده ممكن برضه ليها اهميات زي ايه مثلا؟ برضه ليها اهميه رقم واحد ان انت بتثبت ان انت حضرت الحته الفلانيه، دي مهمه مش هنين كده. في برضه بعض الشهادات مهمه، يعني مثلا زي FWD مثلا، جوجل مثلا، الحاجات دي كلها لحد ما ليها اهميه كويسه. برضه في اهميه برضه من الشهاده ان هي ممكن تعمل نوع من انواع البراند. يعني مثلا انا دلوقتي اخدت كورس مع FWD مثلا او جوجل او اي حاجه،
فمثلا انزل على لينكدين ان انا مثلا حضرت الكورس ده ودي شهادتي، فدي بتعمل لحد ما نوع من انواع البراند كويس مش وحش، بس ما كنتش تعرف مدى كويس عليه. لان احيانا برضه في ناس بتعمل حاجه هي ممكن تكون غلط شويه. هي مثلا يعني مثلا فاكر ايام الكورونا طبعا كان كله قاعد في البيت، فتلاقي مثلا حد مثلا في شهر منزل 25 شهاده مثلا. الرقم ده يعني هو يعني انت لو جيت حسبتها زي لو الكورس هيبقى كام يوم؟ في هنا في 3 ساعات في مشكله في عدد الساعات والحاجات دي كلها، بتحل اصلا خاص منك. تمام؟ يعني في مشكله من حاجه من الاثنين، اما الكورس ده يعني نص ساعه وويلك، تمام، يا اما انت اصلا ما لحقتش تحضر الكورس، كان كل همك شهاده. فانت هنا بتدي انطباع تاني عن اللي قدامك ان انا جامد، تمام، او انا سيء، حاجه من انا جامد انا سيء. يجي بقى اللي انت شايف انت جامد يجربه في شغل يطلع الموضوع ايه عكس، يعمل لك اصلا براندنج بس بشكل ايه عكس كمان. دي الفكره، الشهاده مهمه بس في حالات معينه، او انت تستخدمها بشكل معين بس ما تكونش اعتمادك كويس عليها. يعني نقدر نقول ان هي مش ستيب لشغلك، ولكن هي انت ممكن تستخدمها از ستيب في بيرسونال براندنج مثلا، او حاجه سبورتيف، فاهم؟ بتسبورت بشكل ما او باخر. اكبر دليل على كلامي يعني انت عندك اغلبيه في المجال شاطرين جدا، اغلبيتهم هندسه اصلا، خريج هندسه مش خريج تجاره كمان يعني. لا انت خريج هندسه مالهاش علاقه. دي الفكره، انت مش لازم ناس كتير جدا شغاله من غير شهادات. كويس جدا. انا شغال دايما كل شغال ما انا بشكل عام اصلا يعني قبل كده ما جاليش، يعني لما جيت ابدا اصلا كنت بادئ عادي يوتيوب وبتاع وبجرب، فاهم؟ الدنيا مشيت فبدات بقى اتعلم اكتر وبزود السكيلز بتاعتي وكده، وما خدتش قبل كده كورس ولا اعتمدت على الشهادات. فما بيجي بقى حد يقول لي لا ده لازم شهاده ومش عارف ايه، فلا مش لازم شهاده، فاهم؟ عشان كده حبيت اتوك معاك في الحته دي. وانت كنت ذكرت حته مهمه جدا وحابب ان احنا نروح لها، فكره انه الاكشوال اكسبيرينس بتاعتك انت في الشغل دي اهم بكتير جدا بقى من ان انت تقعد تقول انا معايا شهادات كذا وكذا وكذا، ولا انا بقالي كذا سنه شغال، فاهم قصدي؟ اللي هو الاكسبيرينس بتاعتك انت بتاعت ان انا اشتغلت في الشركه دي عملت فيها 1 2 3، اشتغلت في الشركه دي عملت فيها 1 2 3. ده بيبقى اهم بكتير جدا من ان انت تقول انا بقالي مثلا 10 سنين حتى انا جرافيك ديزاينر، فاهم؟ طب انت خلال 10 سنين دول عملت ايه؟ لا انا عملت كامبين واحد، فاهم قصدي؟ بتبقى شايف ازاي الموضوع ده، الموضوع اللي هو انه الخبره العمليه بتبقى اهم بكتير جدا من فكره الشهادات. اقول لك على حاجه يعني، في برضه من ضمن الاكزامبلز يعني في حد كان معانا في الجروب يعني خد شهادات كتير، خد كورس كتير جدا يعني هو خد كورس بعد سنين عمري تقريبا، بس الموضوع في الاخر ما عملش نتيجه كبيره. هو كان بيشتكي يعني كنا بندردش كده مع بعض، فانا خدت شهادات كتير جدا وشهادات من اماكن كبيره يعني، بس مفيش اي شغل. ده ليه؟ عشان انت بصيت على حته معينه. انا دايما عايز اذاكر، عايز اخد حاجه معينه. بص انا دايما بقول ايه، اوفر بلاننج غلط، تخطط بشكل زياده غلط، تمام؟ هي نفس الحاجه بالظبط، انت تذاكر كتير من هو تطبق برضه غلط، هي تقريبا مش بتقدم حاجه جديده، تمام؟ فدي الفكره ان انت اصلا انت لازم تقف على حته معينه. يعني حتى انت مثلا رحت مثلا كورس، تمام؟ فالكورس ده مثلا خدت النهارده ازاي تكتب هيدلاين مثلا، ازاي تحرك الماوس في الديزاين، اي حاجه، تمام؟ ارجع طبقها وحد يعدي عليك الحاجات دي كلها. بس ان انت تقعد بس تبص انت تاخد كام كورس، اكيد في ناس عارفه عاملاها جدول، ومش مثلا مش محدد مجال معين، مش محدد توبيك معين يذاكره، لا ومحدد كام كورس هياخده، وده بالنسبه لي انا غلط. انت المفروض تحدد كام توبيك في البدايه انت محتاج، او كام مجال مثلا، تمام؟ بعد كده تشوف مثلا انت هتعرف تذاكر لوحدك ولا لا، زي ما احنا قلنا في البدايه، بعد كده تشوف انت تاخد كورس ولا لا، تمام؟ فدي الفكره ان انت اصلا الناس بتبص على كميه المعرفه مش كميه الخبره او مش كميه التطبيق، فبيطلع عندك كارثه في الاخر. مثلا ممكن حد واخد كورس في امريكا مع احسن حد في العالم مثلا، بس على الواقع ما طبقش فما يعرفش. فدي فكره، انت ما تبصش على كميه المعرفه. المعرفه كده هتيجي، المعرفه اصلا موجوده في كل حته. المحتوى اللي عندي هو نفس المحتوى اللي عندك، هو موجود عند غيري في نفس السياق، مش هو كده اصلا اوريدي موجود على النت. اوكي، فممكن حد كان مشتكي لي يعني كان هو خد كورس كتير جدا في الشغل. فعشان كده بقول ان في مشكله ان انت مثلا ممكن تاخد حاجات مع احسن حد في العالم، ان شاء الله تكون في امريكا او في اي حته، تمام؟ بس هي فكره بدون تطبيق، فكره ان هي بدون تطبيق فعلا انت مش هتستفاد حاجه، فالفكره مش في كميه المعرفه،
عارف كده موجوده صح لو فاهم فكره في تطبيق المعرفه بس دي النقطه بقى تمام. تبقى من المعرفه بقى او من تطبيق المعرفه على ادق يعني بيطلع منها ايه؟ اكشن. انت تعرف بعدين تروح بيه سوق العمل. كويس. طيب اقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي كده علشان اعرف اطبق الفاليو او النولج اللي انا باخدها مثلا من كورس او من حاجه، مثلا انا شغال دلوقتي بعمل ديزاين مثلا او كامبين لشركه، ففي بوينت واقفه معايا فاهم، فبروح اسيرش عليها حتى لو لقيتها جوه كورس انا ممكن اصعد فاهم واخد الحته اللي انا محتاجها، او اسيرش على يوتيوب او اسيرش في جوجل او وات ايفر يعني السورس اللي انا هسيرش عليه فاهم، وباخد الجزئيه دي اطبقها على طول في الشغل بتاعي واكمل شغلي زي ما انا فاهم. فمش عارف بصراحه لو هو كورس كامل ازاي ان انا اطبق الكورس الكامل ده في شغل، يعني هل مثلا ان هو لو متقسم معايا سيشنز فكل سيشن اخدها اطبق عليها، ولا اخلص الكورس كله وابدا اطبق الماتيريال بتاعته كلها، ولا الدنيا بتمشي ازاي؟ يعني قول لي من وجهه نظرك فاهم. من وجهه نظري اللي احنا بنعمله اللي احنا بنعمله ماشي قول لي بس اللي احنا بنعمله بيحصل ايه؟ يعني مثلا في 8 سيشنز بس اول سيشن بس على سبيل المثال هقول لك مقدمه وهقول لك مثلا ايه هي الباربس فبديك مثلا على مدار 3 ايام بديك كل يوم بديك تاسك مثلا تمام، او مثلا تاسك الناس تعمل لي بيرسونا كذا انا بس هديك حاجه اقول لك ايه البيرسونا اللي فيها على سبيل المثال تمام. فانا مثلا بمشي ستيب باي ستيب او سيشن باي سيشن تمام. ليه؟ عشان انت لو عايز تعمل تراكميه في الاخر انت تراكمي في الاخر المفروض تعمل بروجكت كامل ليك يعني مثلا اطلب منك استراتيجي كامله مثلا تعملها لي يكون بقى فيها كل شامل فيها كل الحاجات اللي انت خدتها في السيشن، بس انت لازم بعد كل سيشن تطبق يعني عشان انت ما طبقتش اصلا انت هتنسى اصلا انت خدت ايه. ما هي نفس الفكره ان انت تقرا حاجه وما تطبقهاش ما تبقاش معاك. اوكي يعني اطبق سيشن بالسيشن وبعد كده في الاخر انا كده عندي حاجات طبقتها كتير وبقى عندي النولج وبقى عندي الماتيريال كامله فاقدر ان انا اطلع البروجكت بتاعي. بس الناس تطبق خلال السيشن كمان احسن ليك. اطبق خلال السيشن ان مثلا لو الانستراكتور اللي معايا مش بيطبق ازاي انا ممكن اطبق خلال السيشن؟ بص هو دي في الغالب بتكون حاجات الاوفلاين لان الاونلاين اصعب شويه هي ممكن اونلاين بس تبقى اصعب بس الاوفلاين افضل. يعني مثلا احنا في الاوفلاين مثلا احنا عدد ساعات معينه احنا مثلا مخصصين منه جزء للتطبيق يعني مثلا داتا معلومه ازاي تكتب هيدلاين ازاي تعمل سي تي اي حاجه تمام. فبقول لك مثلا طبقها في تاسك دلوقتي طبقها قدامي بحيث ان احنا نراجع مع بعض فيس تو فيس بحيث ان يكون في حد موجود قدامك بيقول لك ايه الاخطاء الموجوده في نفس اللحظه تاخد بالك منها. طب لو في بقى كورس هو مش بيطبق يعني الانستراكتور جاي هو بيرمي لي معلومات وانت انطلق مع نفسك هل اصلا ده يعني بيبقى كورس فاليود او ان هو كورس كويس اقدر ان انا اعتمد عليه وان انا بعد كده بعد ما اخد منه الماتيريال دي اروح اطبق عليه انا في البيت ولا بيبقى مش؟ بص هو فعلا بتختلف من شخص للتاني بس انا من وجهه نظري لو انت مش هتعرف تطبق يعني انت في مشكله ثانيه ما تعرفش تطبق على نفسك اصلا ما انت محتاج منتور ليه مش مشكله محتاج حد يقول لك صح ولا غلط اصلا يعني من ضمن الاخطاء اللي وقعت فيها لو كنت بطبق ما حدش معايا منتور ممكن اطبق غلط كتير هو مش عارف اصلا صح ولا غلط فاهم. فانت لما بتوفر له الخدمه دي او القيمه دي الموضوع هو معاه بيختلف دي الفكره تمام. بس ان هو ياخد الحاجه من غير تطبيق برضه بتحصل او كانت بتحصل تمام كل دلوقتي الوضع اختلف شويه تمام. فانت كده فكر فيها طب ماشي انا الماتيريال نفسها موجوده بص الماتيريال اشتغل فيها كده تمام البهارات بس زياده بتختلف من شخص للتاني بس الماتيريال كده موجوده فانت حد يعني يشتغل كفاسيليتيتور ان هو يبسط لك المعلومه يبسط لك وصولها دي براحتك بس انت لو عايز بقى حاجه شامله فالافضل لا تدور حاجه فيها تطبيق. ده وجهه نظري. طيب يعني خلينا في الاخر بنقول اختصارا انه لما اجي ادور على كورس اشوف الاوتلاين بتاعه عشان نشوف الاوتلاين بتاعه تشوف الستبس اللي فيه او الحاجات اللي فيه او السيشنز اللي فيه انا هقدر ان انا اتعلمها بره او اقدر ان انا اعملها مع نفسي اتعلمها مع نفسي ولا لا بالظبط. وبعد كده ان انا ابدا اشوف الكورس ده اصلا الفاليو اللي فيه ايه وان انا هل في تطبيق عملي ولا لا معايا والحاجات اللي زي كده ان انا لو محتاج شهاده فاكون محتاجها علشان حاجه معينه مش علشان انا محتاج شهاده علشان مش هل في حاجه ثانيه انا نسيتها او حاجه كده ولا كنت معاك الاول بس احنا كده تقريبا حلو تقريبا طيب في الاخر انا دايما بحب اسيب زي
اوفر تايم كده للشخص اللي معايا، لو هو حابب يقول حاجه، حابب يقول نصيحه، حابب يصيح شويه. فتقول ايه للي بيسمع البودكاست، او لو انت عندك حاجه حابب تقولها تخص البوينت بتاعت الكورس. والله يعني في كلام كتير قوي تمام، بس برضه مش عايز احفز وخلاص. بس يعني فعلا انا في او ممكن اقولها من واقع تجربه، يعني ان انا مثلا قعدت 7 سنين مش هكدب عليك، في سنين كتير ضاعت. ليه ضاعت؟ ماشي، عشان فعلا ما كانش معايا حد يوجه. يمكن احنا كان من ضمن الحاجات اللي احنا ركزنا عليها في عبر ان يكون في جايد، حتى لو جايد مش شخصي، الجايد ده يكون حاجه مكتوبه زي الماب كده اللي هو مثلا هيمشي على ايه، يبدا من كذا ويبقى فيه كذا كذا. ليه؟ عشان فعلا ضاعت، انا كان ضاعت. طبعا في برضه حاجه ثانيه ما تنخدعش من كتر المصادر او من كتر المعرفه دي. ممكن المعرفه كتير تكون مشكله. ازاي المشكله؟ يعني مثلا دلوقتي انا مثلا لقيت واحد منزل بوست مثلا فيه 20 لينك تعلم اللغه الانجليزيه. ده غلط، دي كارثه. ليه؟ عارف انت مثلا بتخش موقع فيه منيو وفيه تمام اذا بس تقعد نص ساعه بس او ساعه عشان بس تختار صنف، في الغالب هتختار صنف غلط في الغالب. تمام؟ ليه؟ عشان انت اصلا خلاص اتشتت. عكس اصلا ما اقول لك في سبانخ وفي رز، تاكل ايه؟ خلاص. هي نفس الفكره بالظبط. ما تنخدعش من كتر المعرفه كتير برضه فيها مشكله، ممكن يسبب لك انت مشكله. تمام؟ الحاجه الثانيه برضه ان انت بلاش، يفضل تدور على منتور ليك. مش لو المنتور ده هتلاقيه في الكورس خد الكورس، لو المنتور ده هتلاقيه في شخص صاحبك على واثق فيه مع صاحب براحتك. ولكن شوف انت ايه الافضل ليك، كورس مثلا ولا صاحبك، ولا تعرف تعتمد مع نفسك. لو انت فعلا هتعرف تعتمد مع نفسك تشتغل مع نفسك دوس، لو مش هتعرف بلاش، عشان انا عملت كده واتسوحت. طيب رجوعا لحته المصادر، لو انا مثلا بكتب على يوتيوب مثلا هاو تو يوز فوتوشوب، او مثلا ازاي اتعلم فوتوشوب او استخدامات فوتوشوب، فلقيت فيديوز كتير جدا. فازاي ان انا احجم نفسي ان انا ما اتشتتش بين كل الحاجات دي، واتفر بقى الكارير. يعني مثلا جوجل مثلا هاو تو رايت سي تي اي، فاهم؟ ازاي اكتب كول تو اكشن، فدخلت لقيت ارتكلز كتير جدا. بص، انا ليه وجهه نظر. تمام؟ اولا السوشيال ميديا ما ينفعش تعتمد عليها كمصدر اساس المعرفه. حلو. حتى مثلا لو كان جروب عبر برضه بيوفر مصدر معرفه، ولكن هو بيوفر لك مصدر معرفه عشان تطبق انت بعدين. تمام؟ وكذلك المواقع ممكن تعتمد عليها اعتماد اكبر، ولكن الافضل ليك. تمام؟ يعني مثلا لو احنا بنتكلم في الكونتنت، تمام، يفضل تقرا كتب. ليه؟ لان المعرفه اصلا جايه من الكتب. بالاساس المعرفه اتخذت من الكتب، بعد كده اتحولت لارتكلز مثلا اترفعت على بلوجز وهكذا. تمام؟ فالافضل تشوف السورس الاساسي اللي هو الكتاب تقراه، مثلا كوتلر، كتاب مثلا لجوزيف شوجرمان، اي حد وهكذا. مثلا حته الديزاين انا ما اعرفش ممكن تمشي ازاي بصراحه، بس هو يفضل مثلا في اي مجال مثلا زي الديزاين، البرمجه، الحاجات دي كلها، يفضل برضه انت تشوف حد يحدد لك مصدر اساسي. يعني مثلا تدور في جروبس مثلا، بس مش على جروبس مثلا معروفه، فتسال يا جماعه مثلا في قدامي كذا وكذا وكذا، الافضل ده مين مثلا من المصادر دي. ممكن نقول برضو فكره ان هو منتور يحدد لك السورسز اللي انت تذاكرها، ولازم يكون في منتور. تمام؟ انت تكون منتور لنفسك دي برضو. يعني اصل انت اقول لك على حاجه، الموضوع صعب في حته. يعني مثلا تخيل لو في طالب مثلا ثالثه ابتدائي، تقول له علم نفسك، مثلا هو عارف يقرا شويه، ايوه، بس علم نفسه ازاي؟ هتقدم ازاي؟ ما فيش حد اصلا يقول له صح ولا غلط فين. هو الخطوه يقول لي ستيب اللي بعد دي مش موجوده. تمام؟ دي الفكره. فانت حاول بقدر الامكان يكون ليك بشكل ما او باخر منتور، سواء بقى في كورس، في اي حته، في شخص تعرفه، حد تتكلم معاه ان هو يشتغل معاك في الحته دي براحتك يعني. بس ما تسيبش نفسك ان ممكن تضيع وقت اكبر. فدي يمكن دي برضه من الحاجات اللي احنا الحمد لله يعني ساعدنا الناس فيها، ان احنا قصرنا الوقت على الناس. عشان انت ما تكونش عايز الناس تلف نفس اللفه انت لفيتها، تبقى اكتشفت. ايوه، بحاول اعمل كده انت اصلا في البودكاست. فكره لو انا وقعت في 1 و2 و3 و4، فلا خد بالك وانت ماشي ان انت ما تقعش في 1 و2 و3. حلو الحته دي في حاجه، فكره ان في ناس بتبقى واخده انه مثلا ادهم قال لي ان انا لما اجي مثلا اتعلم فوتوشوب هروح الاول اذاكر التولز، وبعد كده اروح اطبق عليها كتوتوريالز، وبعد كده ان انا اروح اطبق بقى افكار من دماغي. فانا خلاص هو الطريق ده الصحيح الوحيد اللي انا همشي عليه. فانا ببقى شايف ان بصراحه لا عادي، يعني ممكن اكون انا عملت الطريق ده ونجح معايا، انت لما تيجي تعمله كياسين مثلا مش هيمشي معاك، فاهم؟ فتبدا تشوف طريق تاني، او تبدا انت تبتكر يور اون واي ان انت هتمشي في الطريق ده اللي انت عملته لنفسك فتوصل بيه، فاهم؟ فهل انت متفق معايا في حاجه زي كده؟ بص، متفق معاك برضه، بس ممكن نضيف عليها حته، يعني حته ان في اساس لازم تبدا منه.
في اساس. يعني اقول لك انا من الاخطاء برضه اللي انا وقعت فيه، والله ممكن اعمل حلقه بودكاست عليها انا وقعت فيها. في حاجه انا وقعت فيها، يعني مثلا انا بدات الاول من ايه؟ في اخر 2015 تمام، بدات من حته ان انا بذاكر كونتنت عشان كانش معاك منتور، فاللي هو ايه ان انا بذاكر كونتنت. جيت تقريبا في اخر 2016 او 2017 يعني بعدها سنه ونص تقريبا اكتشفت بقى في حاجه، قال لك لا ده انت المفروض تشوف الفرع الاساسي، الشجره الاساسيه اللي هي ايه؟ الماركتنج. وده جزء من الماركتنج. فانا رجعت بقى اقعد ايه؟ الماركتنج. رجعت خطوات لورا. بس ترجع ماسك ستيب باك ليه؟ عشان تعرف اللي هو الحاجه الاساسيه مش لازم تتعمق فيه ولا تتعمق بشكل عام، لان عشان منها ترجع تاني للديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها. فيفضل ان يكون في بيزك اساس لازم تبدا منه. يعني مثلا ايه؟ زي اوتلاين بالظبط. يعني مثلا لك انت عايز مثلا تتعلم مثلا فوتوشوب، ففي اساس تبدا منه، بعديها براحتك. بس يفضل برضه يكون في جايد لاين محطوط. حلو. ليه؟ عشان تختصر الوقت على الشخص. عشان مثلا ما ينفعش ان انا مثلا اقول له تعال مثلا تكتب سيستي ايه مثلا يعني في الكونتنت، قبل ما اقول لك ازاي مثلا تكتب يعني ايه بيرسونا. انا لازم اعرف يعني ايه بيرسونا عشان اعرف اظبط عليك كل حاجه بعدين. ففي حاجات هي في اساسيات، مش اساسيات ولكن حاجات هي خطوات مترتبه على حاجه، زي العماره مثلا اللي انت بتبني الاول اسمنت مش عارف ايه في ايه عشان هتبدا من الخامس مثلا. دي نفس الفكره. يعني انا اعرف الاول الاوتلاين وبعد كده امشي. اكيد طبعا بقرر اعمل مع نفسي ولا اجيب حد يعلموني ولا اعمل ايه. احنا خلصنا الكلام اللي كنا جايين نقول لكم النهارده، فلو انت بتسمعنا لحد هنا فشكرا جدا. ما تنساش تجوين الجروب بتاع عبر المحتوى عند محمد ياسين، بيبقى فيه فاليوز كويسه جدا، وفي ناس ما شاء الله سبورتيف جدا يعني. وطبعا لو محتاج الكورس بتاعهم في الكونتنت رايتنج او الكونتنت كريشن بشكل عام، ما تنساش طبعا تسيب رايك في الحلقه، ولو عندك اي اسئله تقدر تسيبها لنا سواء على يوتيوب او وات ايفر البلاتفورم اللي انت بتسمعنا عليها دلوقتي. ما تنساش تتابع صفحتنا على فيسبوك، وشكرا جدا. ده كان وقتنا. سلام.